الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت
فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، فالله أكبر كبيرا. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد أولا وآخرا، لك الحمد ظاهرا وباطنا، لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا أفضل كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك. اللهم لك الحمد مثل ما نقول وخيرا مما نقول. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما أحلمك علينا وما أرحمك بنا وما أرأفك علينا، فأعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. لا نحصي ثناء عليك، لا نحصي ثناء عليك، لا نقدرك حق قدرك، لا نقدرك حق قدرك، ولا نشكرك حق شكرك. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، ما أحلمك علينا حيث أمهلتنا إلى هذه الساعة وتفضلت وأنعمت علينا بإدراك شهرنا المبارك، وقبضت أنفسا سوانا. اللهم فبارك لنا في أعمارنا، فبارك لنا في أعمارنا، واجعل هذا الشهر حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تنزل نصرك على عبادك الموحدين في الشام. اللهم اجعل لهم في هذا الشهر فرجا ونصرا. اللهم مكنهم من أعدائهم، اللهم مكنهم من أعدائهم. اللهم إن بهم من اللأواء والهموم والغموم والبأساء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فارفع اللأواء عنهم واكشف ضرهم وفرج همهم يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.